اخر انه برضو وكاله وام بتقول لك كريمه احمد كريمه بيقول لك يكشف النقاب عن انشاء وزاره شؤون دينيه للاديان الثلاثه والاستغناء عن الازهر مع مرحله الاطاحه باحمد الطيب وعمائم المشيخه بطريقه مهينه. والله يا احمد يا اخويا، يعني الطيب مش احسن من الزند؟ خلينا نتكلم بصراحه يا حاج احمد. يعني انت طبعا اطيح بيك وبهدلوك عشان زيارتك لايران وعكموك كم دولار هناك، لكن عادي يا عم احمد. وزارة الاديان دي قديمه بتاعت السادات لما جه من كامب ديفيد وكده، وقعدوا هناك وقال لك مجمع الاديان في سينا وبتاع اليهوديه والاسلام والمسيحيه. فعادي يعني، وانت عارف ان السيسي بيقارن نفسه بالسادات، فعادي انه يعمل كده. عادي عليكم الدور كلكم، كل من باع، كل من برر، كل من افتى، كل من وضع دماء رخيصه بين يدي جلاد وقاتل مثل السيسي، كله هيتحاسب في الدنيا وفي الاخره. والخزي جاي، الخزي جاي. لكن شوف الراجل الطيب ده كريمه بيقول لك انه الناس هتمشي، بس الاب مكاري، مكاري يونان بيقول لك كاهن الكنيسه المرقسيه بالازبكيه، الله لا يديله العافيه الراجل ده، بيقول لك التقدم اللي شهدته مصر في سنتين لم تشهده في سنوات مبارك. ويؤكد انا مش منافق. انت مش منافق، انت معرضها شويه صحيح، انت معرضها كتير، كتير قوي يا باشمهندس. وبعدين يعني حرام سنتين فين التقدم يا ابني؟ حرام عليك. بس هو بيعرف يكلم السيسي، يعني ايه، عاوز يقول لك انه في تقدم كتير بس للخلف، لكن ماشي. وبعدين ادي كمان موقع كلمتي بيقول لك ماذا يفعل دحلان في القاهره. ده الكلام برضه يا جماعه بتوع كلمتي، مش عارفين دحلان بيعمل ايه في القاهره؟ دحلان بيشتغل في سد النهضه، دحلان بيشتغل في سوريا، تنظيمات سوريا والمعارضه السوريه، دحلان وكيل الاسلحه للامارات، دحلان تخصص اخوان وتخصص حماس، دحلان بتاع كله، كله على كله. العب بتاع اليوم السابع، دحلان بتاع اليوم السابع وبتاع بعض القنوات، وصاحب ومدير ورئيس مجلس اداره قناه الغد العربي ورئيس تحريرها عبد اللطيف المناوي بتاع مبارك. دحلان بتاع كله. العب بالقروش يا باشا، العب وهتلاقي قرود زي كده فين؟ الغابه ولا البتاع مليانه نسانيس. والنسناس ثمنه كام يعني؟ لما اديله 5000 ولا 10000 دولار في الشهر يعني في مصر، تنقي احسن نسناس وتعمل له جريده وتعمل له موقع وتطلعه يتلمعه ويطلع يتكلم في التلفزيون. وكل واشكر كله من عند المعلم دحلان. كفايه بقى كده دلوقتي. ون ايه، ناخد تعليقات سريعه ليه على حكايه الزند اللي هرب. هو هرب زي بن علي ولا هربوه ولا سربوه معرفش، بس ناخد لكم شويه من الفيسبوك الزملاء عاملينهم بطريقه جديده، خلينا نشوفها. يلا، كان زند وراح، ربنا يوفقه. الحقيقه انه صحيفه او اسف وكاله انباء الانباء رويترز المعروفه عامله عنوان، واحد اسمه إريك كنيكت بيقول كوربشن ان ايجيبت، الفساد في مصر، ايجيبتس ديرتي ويت بروبلم، اللي هي مشكله القمح القذره او المشكله القذره القمح في مصر. هل المقال ده مرجع؟ ارجو انه الزملاء الخبراء والعاملين في المجال الاقتصادي يدوا له انتباه اكبر. ولانه احنا عارفين من زمان انه مشكله القمح مش بس في استيراده، ده احنا عندنا عده مشاكل. جوده القمح،
احتكار بعض رجال الاعمال من رجال المخابرات مره ثانيه، من رجال المخابرات لاستيراد القمح، احتكار بعض الشركات التي يملكها جنرالات سابقين بالشحن وتفريغ القمح في المواني. الامر الاخر احتكار بقى الجديد دخل عليه القوات المسلحه، هي اللي بتبني دلوقتي عند حضرتك الايه؟ بتبني الصوامع، وده كلام موجود في اكتر من مكان. يعني حضرتك هتلاقي انه ايوه شركات عسكر مصر تتحول من صناعه الطائرات الى بناء صوامع. حلو، تقول وماله وماله يا اخويا، مش عيب. لكن لما تعرف انه الفريق عبد العزيز اللي قدامك ده، عبد العزيز ده كان عضو في المجلس العسكري، طلعوه قالوا له يا عبد العزيز روح امسك الهيئه العربيه للتصنيع وهنديك عقد تبني بيه صوامع وهنعدل لك في القانون يا راجل. روح يا راجل روح، امك ده عيالك. زي التاني اللي مسكوه بتاعه الاسماك دي، ما اعرفش ثروه السمكيه، اللي هو برضه كان اسمه حمدي بدين باين ولا بديني، مش كده ولا انا غلطان؟ برضه قال له يا ابني روح انت ليك عندنا جايزه. يمكن اللي فاضل جدع التخين ده اسمه ايه؟ احمد ايه؟ ارجع عليا شويه يا عم بالكاميرا شويه كده، يعني راعيني شويه، راعيني برضه شويه يعني. كل واحد ياخد حته، فضلش الا احمد وصفي ما خدش، لسه هيديله. فانت عندك اسمه ايه الراجل اللي هو اللي في سينا ده اللي اداله 10 مليار؟ عسكر اسامه عسكر، خد 10 مليار، ما مش خد قناه السويس. خلي بالك من المعنى ده لانه مهم. ايوه خدها بمجهوده، الواد كان شاطر وبيوفر، فاداله القناه قال له روح. والراجل اللي قدامنا عبد العزيز ده خد شركه التصنيع وقام موقعين معاه مع مين؟ مع سلطان احمد الجابر وزير الدوله الاماراتي اللي هو المندوب السامي، بيقول لك رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الاماراتيه في الامارات في مصر. وقعوا يعني اتفاقيه كده عشان يبنوا صومعتين. وبعدين بيقول لك كان عدلي منصور قبل رحيله اصدر قرار جمهوري رقم 48 بتعديل بعض احكام تنظيم المناقصات والمزايدات. ده بقى امضي بسرعه. قال لك ايه بقى؟ وذلك لفتح الباب امام الهيئه العربيه للتصنيع اللي بتعمل حلل وكوبايات واطباق وبوتاجازات، المفروض تعمل صواريخ ودبابات، لا بتعمل صوامع. هو عبد العزيز يعني ابن البطه السوداء ولا امه يعني مش زي امهات الاخرين؟ لا يا عبد العزيز يا اخويا، ده مثل بس. هاخد بقى ايه؟ هاخد لك كام حاجه للمقال ده اللي الناس يجب تقراه، واللي الزملاء الحقيقه عدوه بشكل جيد، بكرر شكري ليهم. بيقول لك في المقطع الاول: القمح يمكن ان يكون مساله حياه او موت في مصر. هذا البلد هو اكبر مستورد للقمح في العالم للحبوب، لان القاهره تدير برنامج دعم الخبز الذي يغذي عشرات الملايين من المصريين، اللي هو البرنامج اللي كان معمول ايام الرئيس مرسي، اللي هو الكارت بتاع توزيع العيش. بيقول لك انه برنامج الخبز ده جه لانه واحد من اهم شعارات ثوره يناير. الجزء اللي بعد منه بيقول انه هناك استهلاك اضافي للقمح في مصر، وبيقول انه في اخر مايو تظهر بيانات الوزاره انه مخزون القمح انخفض الى 435 طن، اي ما يكفي لنحو اسبوعين، واقل بكثير من اسهم 3-4 اشهر تعقد عاده من قبل الدوله، من يعني، واقل بكتير من المده المطلوبه. يعني انت المفروض يكون عندك احتياطي اكتر من كده. المهم بيقول بقى ان الحكومه المصريه انكرت انها تواجه نقص في مخزون القمح، وخالد حنفي قال في مقابله له مع رويتر في ديسمبر ان مستويات القمح خفضت عمدا في الاشهر الخمسه الاولى من عام 2015 لاخلاء مساحه داخل الصوامع لمحصول وفير كانت تتوقعه الدوله. شوف النصبايه بقى، بيقول لك ايه؟ ده احنا خفضنا الموجود في المخازن عشان جاي لنا خير كتير. الخير ده قالوا ايه؟ قال لك في 5 مليون طن قمح زرعناهم. الجريده دي بتكشف الاكذوبه دي وبتقول ان اللي حصل انه ما كانش فيه زياده، وان الزياده دي كانت على الورق، وراحت لواحد من مستوردي القمح سالته هو القمح زاد وانتوا قللتوا الاستيراد؟ قال لها لا، ده احنا كنا بنستورد من بره، ركز معايا، بنستورد من بره عشان نسد العجز،
والدولة تشتريه مننا على انه قمح من غيطان بلدنا. معانا الفهام الاقتصادي الاستاذ محمود الشال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. يعني انا طبعا يعني التاريخ التقيت باحد الناس في 2013 اخد 2013 واعطاني شويه ورق كده مهمين عن دور الجنرالات في القمح، مش في الزراعه، في التجاره والاستيراد والسماح للقمح المضروب.